في صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لسنة 2024 تم القصاص من 3 مصريين في سجن تابوت في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة حدث اليوم. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. يا ريت نصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا مولانا ونبينا المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل لايك على الفيديو. الخبر ده يا سادة محترمين طبعا أثار الجدل على التواصل الاجتماعي، وخصوصا من المصريين اللي أنا واحد منهم. انقذوا المصريين اللي هيتم قصاصهم في المملكة العربية السعودية، وهم 33 شاب، ولكن الموضوع إن هم 3 شباب فقط مش 33، وتم تنفيذ الحكم عليهم فعلا في صباح يوم الأربعاء اللي هو في صباح اليوم بتاريخ 4 ديسمبر 2024. يعني هم مش 33 مصري ولكن 3 مصريين. الأسباب طيب اللي خلت يتم عليهم القصاص ويطبق عليهم الشريعة في المملكة العربية السعودية، إن هم كانوا بيتاجروا في المخدرات، واتمسك بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات. وده عامة يعني ولا تسعوا في الأرض فسادا. فقلت مرارا وتكرارا، يا ريت سواء كنت مصري أو هولندي أو باكستاني أو من أي دولة كانت ما كانت، تحترم قوانين الدولة اللي انت فيها. وأنا واحد من الناس، بما إني أنا مصري وده رأيي الشخصي مش بفرضه على أي حد. القصاص اللي هو اتطبق على ال3 مصريين اللي كانوا في المملكة العربية السعودية، إذا كان فعلا تم القصاص شكلا وموضوعا، عشان بيتاجروا في المخدرات وبيتلفوا طبعا عقول الشباب. ودي طبعا شريعة الدولة أو شريعة المملكة العربية السعودية. فهناك إن احنا المفروض نحترم القوانين والعادات والتقاليد، ولذلك طبعا تم تأييد الحكم عليهم. وفي ناس كتير متداولة الخبر على إن 33 مصري، ولكن هم 3 مصريين فقط ولا غير. وتم تأييد الحكم في صباح يوم الأربعاء اللي هو اليوم منذ بداية نشر الفيديو بتاريخ 4 ديسمبر لسنة 2024. ويا ريت ده يعني يا ريت الوضع ده يكون عبرة مش للمصريين فقط ولكن لكل البلدان العربية، إن كل بلد يكون متواجد فيها أبناء أو شباب من دولة أخرى، إنه يحترموا عاداتها وتقاليدها وقوانينها. يكون من الأفضل يعني وبشكل واضح أكتر من كده. يا ريت كل الدول تطبق الشريعة دي، وكل اللي يرتكب خطأ يتحاسب عليه. شكلا وموضوعا اللي حصل في السعودية مش خطأ. وأنا عن نفسي مش هقول غير إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. اللهم آمين يا رب العالمين. ويلهم أهلهم وزواياهم الصبر والسلوان. لكن شكلا وموضوعا السعودية ما أخطأتش في حق المصريين، مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا. وكلامي طبعا أنا عارف إن البعض من حضراتكم هيختلف معايا فيه، ولكن مش هيفرق معايا كتير. طبعا أنا قلت ما يمليه علي ضميري، وقلت اللي هو لازم يتقال. طبعا سواء كانوا مصريين كنت هتكلم بنفس الصيغة، مش مصريين كنت هتكلم بنفس الصيغة. ولكل مخطئ جزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.